اتفضلي يا حبيبتي. تشكري يا حاجة، يسلموا ايديكي. تسلمي يا حبيبتي. ايوه كده، بدل ما تفضلي حابسه نفسك في اوضتك على طول. ربنا يكرمك يا حاجة. يكرمك يا رب. طبعا اذنك عشان ورايا شغل كتير قوي في البيت. اتفضلي يا حبيبتي. اول ما تحددي ساعه الصفر العبي لي حواجبك. بصي. اوكي. طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي. والنبي يا حاجه بس عايزه انضف هنا، ربنا يكرمك. وانت اللي هتنضفي يا بنتي؟ طقت في دماغي انضف، فيها حاجه؟ حاضر يا بنتي. على مهلك، على مهلك يا حبيبتي. يا خبر، هو انت هتقعدي هنا؟ ده انا هنضف الحته دي. يلا يا حبيبتي ربنا يبارك لك. هنا كمان؟ ايوه هنا كمان يا حبيبتي. يلا الحركه بركه. يلا كده. ايوه ايوه كده اتحركي. على مهلك، على مهلك. ايوه. مش هينفع تقعدي هنا، ما انا بنضف. قومي قومي يا حاجه اتحركي بقى يا اختي. يا لهوي. قومي يا ماما. ايه مالك يا ماما؟ في ايه اللي حصل؟ ولا حاجة يا ابني، زقتني غصب عنها. مفيش حاجة يا ابني. ما عندكيش دم يا قد امك. يا لهوي. ده ليه؟ ده انت يا خرابي. يا خرابي. يا قليل الادب، بتمد ايدك على مراتي؟ انا هضربك بالجزمه يا كلب. مين اللي عملت الهوا حاجه يا ابوي؟ ابعد عن امك. تعمل ايه وانت بتدي ايدك عليها ليه؟ انت كده بقى اتجننت كمان ولا ايه؟ في ايه يا اتجننت من عمري. يا لهوي. يا حبيبي سلام عليكم. اللي بتحبوه ده اهرب. اخذوا الشيطان. اوعى ايدك يلا. سبت لك سبعه. اوعى ايدك بقول لك يلا. اوعى ايدك. اوعى ايدك يا ولد. خلي النفس. يا كلاب بطلوا ظلم بقى. اسكت انت يا وحيد، بلاش دعوه يا ابني. اسكت. ايه يا حبيبي، انت كويس؟ خير؟ حياة امك وحياة امك اكون موريك. امي دي اللي انتوا كلكم عايشين في خيرها. انا بقى عايز حقها، والا كل شويه هعمل لكم مشكله. حق امي. حق امك ده ايه؟ ده كسر حقك وحق امك. بقول لك يالا، عايز تقعد في البيت ده بالادب اهلا بيك. هتقل ادبك ما عنديش غير الجزمه اضربك بيها على دماغك انت وامك. انا هنستنى ما يقل ادبه، ما يطلع من دلوقتي وبالجزمه القديمه كمان. يلا بره بره. يلا يا ابني، يلا. بره يا كلاب. يلا اخذ الشيطان بقى يا حاج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه الاصل ده؟ معلش راه كده واطلع انت، انا هجيب لك حقك. لا تخاف ولا تختشيش. يلا صل على النبي. اطلع. لا اله الا الله. ايه رايك يا حاج؟ رايي ايه بس؟ ده انتوا دهولتوا الوليه. احنا لسه بنقول يا هادي لما نبقى نجبسوها يبقى كده اولكشي. اولكش اما تجبسوها؟ امال اخرجش ايه؟ هتضربوها بالحديد؟ تعالي ورايا بديلك. ايه خلاص. ايوه يا حبيبي. لا ما بكلمكش يا سيدي. المقاله عاديه جدا، ما بيكتبوا. ما انت شايف الفساد اللي في البلد. ثانيه واحده، ايه بقى اللي بيحصل؟ يعني انا سامع دوشه وتخبيط ورزافيقي. دي كانت الدنيا والعه هنا والله. بس طفيت تمام وعدت على خير يعني؟ لا ما عدتش على خير. دول كانوا هيصوروا قتيل. ما تشغليش بالك. خير خير. سلام يا ام دلال. ايوه. اقول له هيصوروا قتيل يقول لي خير. الواد ده مبلبح حاجه. ما دام ناوينا نضرب ضربتنا يبقى نضربها صح بقى. ايه رايك؟ ازاي يا حاج؟ يعني احنا قبل ما نسافر عايزك تصطلح مع الزفت اللي اسمه كمال ده
وتبوس راسه كمان. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ افهم، ما تبقاش حمار. لازم تصارحه وتصارح الست فردوس كمان، ونمشي من هنا واحنا معاهم سمنه على العسل وهم يبقوا شهود على كده. صدق. ايه ده؟ صدق. ايه ده يا حاج ده؟ اصل احنا لو مشينا واحنا متخانقين معاهم هيتمونا فيه كده ولا لا؟ مظبوط يا حاج، مظبوط. بس شغلت دماغك. اتفضل. ربنا مش عارف ليه ما ادانيش شويه من الدماغ المتكلفه دي. ما هو انت حمار يا ابني، بس هتبقى كويس. دلوقتي انا مسافر ومش عايز امشي وحد زعلان مني او انا زعلان من حد. يلا بوس راس اخوك يا يوسف. ايه؟ انا برضو لابوس راسه يا حاج؟ خلاص يا يوسف اسمع كلام الحاج بقى. الله الله الله. حاضر حاضر. كويس كده، ده برضو اخوك الكبير. يلا يا كمال بص راس الحاج، انت مهما كان زعلته زقت مراته. وهو انا عملت حاجه؟ انا ما غلطتش. ايوه برضو حاول لي ما غلطتش ويرغي كتير. خلاص يا حاج كمال عشان خاطر يا ابني، يلا بقى اخلص. ما تزعلش يا حاج، بس انا يعني كنت عايز اتكلم معاك شويه. بعدين لما يرجع بالسلامه ان شاء الله ابقى اتكلم معاه زي ما انت عايز. يلا يا يوسف نلحق وقتنا. يلا يا حاج، يلا يا حاج. يلا بالسلامه. سلام يا اخويا. مع الف سلامه، تروحوا ترجعوا بالف سلامه يا رب. مع السلامه. بقول لك يا فرح، عايزك تفهمي الشغل بقى وتورينا الشطاره، فاهمه؟ فاهمه يا استاذ. بالمناسبه صحيح، هو انت تقربي المدام دلال؟ لا بس احنا اصحاب قوي وولاد حته واحده. طب بص يا بنتي بقى، تعال اقول لك، زي ما قلت لك قبل كده، اهم حاجه في شغلانتنا دي ان اسرار الشغل ما تطلعش بره، فاهمه؟ طبعا يا استاذ زكي. وعايزين نبقى اخوات واصحاب عشان الدنيا تسلك. هتسلك يا استاذ. هي لازم تسلك. لا 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 ما تشغلش بالك انت بس. انا مع نبيل بيه اهو طبعا الخير والبركه. امال ايه؟ الحاج بيصبح عليه. صباح لي عليك. صباح الفل يا حاج. طب بقول لك ايه يا حاج، خلص انت مصلحتك. خلص انت مصلحتك وانا هخلص مشواري ده وهطلع لك على الفندق على طول. ماشي يا حاج، السلامه. بقول لك يا نبيل بيه، هو الحاج جاد لي بضاعه على المركب اللي وصلت دي؟ طبعا بيترتب في الصفوف الاولانيه. الله، بحالهم؟ ليه 32 كونتينر. ماشي. طب بقول لك ايه، كان في موضوع انت عمال تقول لي عايزك في موضوع مهم. هو في ايه العباره؟ ما ينفعش نتكلم فيه هنا. تعالى المكتب عندي نشرب